النهاردة معانا وصفة دجاج. يعني شكلها بسيط بس حوارها كبير. بيقولوا بتتحضر في 10 دقايق كده، تخش الفرن والنتيجة طبق جامد بصراحة، دايب ومستوي على الآخر. مهمتنا هنا مش بس نعرف ازاي بتتعمل، لا عايزين نفهم ليه الطريقة دي يعني بتظبط كده وبتدي الطعم الرهيب ده. كيلو بصل ونقطعه شرايح رفيعة قوي، ومعاه طماطم وفلفل برضو متقطعين. كل ده بيتحط في طبق غويط كده، دي الأساس يعني للتتبيلة. وهنا بقى نيجي لحتة مهمة قوي، البهارات. الموضوع مش رش التوابل والسلام، لا خالص. بنستخدم فلفل اسود، اكيد ملح، كزبرة ناشفة، السبع بهارات ورشة قرفة بصي خفيفة قوي بتدي عمق كده للطعم، وبابريكا. ولو البابريكا دي مدخنة يا سلام، بتودي الطعم في حتة تانية خالص، كأنها مشوية على الفحم قبل ما تدخل الفرن أصلا. وطبعا الزيت بنحطه ونقلب كله مع بعضه. الزيت هنا مش بس عشان نخلط، لا، ده بيساعد البهارات تمسك في الفراخ وتتشربها كويس، وكمان بيساعد في التحمير. بعدين بنحط الفراخ على خلطة الخضار دي ونقلب بقى كويس قوي، ندعكها كده بالتتبيلة. الحتة دي مهمة، يعني حتى لو مفيش وقت نسيبها تتبل، التقليبة الكويسة دي بتضمن إن كل حتة اتشربت من الطعم. الخطوة اللي بعدها نجهز الصينية. بناخد الخضار المتبل ده، نفرشه في أرضية الصينية زي فرشة كده للفراخ، وبعدين نرص قطع الفراخ فوق الخضار ده. وقبل الفرن في حركة أخيرة كده بتدي لون وقرمشة تحفة. معلقة صلصة طماطم كبيرة، معاها معلقتين ليت، ندهن بيها وش الفراخ. الصلصة فيها سكر طبيعي بيساعد على الكرملة، والزيت طبعا بيساعد اللون والقرمشة. شغل عالي يعني. نيجي بقى لأهم نقطة في طريقة الطبخ دي، اللي هي إيه؟ التغطية المحكمة. بنغطي الصينية الأول بورق زبدة، وبعدين فوق ورق الزبدة طبقة فويل، ونقفلها كويس قوي من الجناب. ودي أهم حتة في الوصفة كلها بصراحة. ليه بنغطي كده وليه مش بنحط ولا نقطة مية؟ أولاً ورق الزبدة ده بيمنع الفراخ تلزق في الفويل، وبيحافظ على الرطوبة شوية. والأهم، الفويل المقفول كويس ده بيحول الصينية كأنها حلة ضغط صغيرة، أو يعني بتطبخ بالبخار المحبوس جواها. الفراخ والخضار بينزلوا ميتهم الطبيعية، والبخار ده هو اللي بيسوي كله في قلب بعضه في العصارة المركزة قوي دي. ده عكس لما نزود مية من بره بتخفف الطعم، هنا النكهة بتتركز قوي قوي. يعني الطريقة دي بتعتمد على إن المكونات تطبخ نفسها بنفسها في عصارتها. طب والتسوية بتتعمل إزاي؟ التسوية كمان فيها فكرة حلوة. الفرن لازم يكون سخن جدا، أعلى درجة حرارة عندك. الصينية بتتحط الأول على أرضية الفرن تحت خالص لمدة ربع ساعة كده. الحرارة العالية دي بتدي صدمة وبتبدأ السوى بسرعة. وبعد الربع ساعة دي نرفعها؟ أيوة، بنرفعها على الشبكة في نص الفرن عشان الحرارة تتوزع أحسن وتكمل سوا براحتها. ولما نحس إنها خلاص قربت تستوي تماما، بنشيل الغطا، يعني الفويل وورق الزبدة. ودي أساسية بقى عشان الوش ياخد اللون الذهبي الحلو ده ويتحمر.